بندعم الاداره، ولكن المستوى اللي ظهر النهارده لا، ده مستوى متدني من اللعب. ده مش هتقوليش النهارده باد لك ولا النهارده اوف داي، لا 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 لا، الموضوع خارج الكوره. انا النهارده ما كنتش موجود من الاساس عشان اقول مثلا الاهلي ضيع 5 6 فرص واثنين ثلاثه في العارضه، وكان في خلق فرص وكان في مساحات وكان في جري. لا، النهارده ما كانش موجود الكلام ده كله خالص. النهارده ما كانش في، اولا ما بتلعبش في نص ملعب اصلا، ما فيش نص ملعب عندك. ثانيا الدفاع كوارث 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 في الدفاع، كوارث. يعني مش ممكن اشرف داري يبقى اللعيب في ظهرك في ثانيه يبقى قدامك ويجيب منك الجون. ده مش مدافع كبير. المدافع الكبير بيبان يا جماعه في الماتشات الكبيره. مصطفى العش، يعني مش عايز اتكلم اقول بقى افضليه عن لعيب عن لعيب، ولكن مصطفى العش برقبته، مصطفى العش برقبته. الواحد بجد النهارده لا لا، فعلنا الضغط، لا جننونا. لا، ما ينفعش اللي احنا شفناه في الملعب ده. مش الاهلي اللي احنا شفناه في الملعب، مش ده المدير الفني. انا بقى اللي كنت بقول الراجل مش هنحكم عليه، الراجل مش هنقدر مش عارف نعمل ايه. لا، خد وقته كده بقى خلاص، 3 شهور ولا 4 شهور مع الاهلي. واضح الكلام كله في كاس العالم للانديه. جيت بتلعب في الدوري المصري، الاهلي بنجومه بيتعادل مع مودر، الاهلي بنجومه بيتعادل مع غزل المحله، الاهلي بنجومه بيخسر من بيراميدز. كده كتير علينا، كده كتير علينا. ما كان معانا التيم اللي يعني من غير النجوم دي كلها وكنا بنكسب الناس دي حاطينها حصاله، ولا كان بيفرق معانا الكلام ده كله. لكن ده مستوى متدني جدا من اللعب. الواحد على اخره نرفزونا وطلعونا من شعورنا على يعني مش كده يا جماعه. ده ماتش مهم. ازاي اللعيبه بتلعب بيه بالرعونه دي؟ ازاي اللعيبه عندها استهتار بالطريقه دي؟ ازاي اللعيبه النهارده ما تحسش ان هي عندها غيره على تيشيرت الاهلي؟ ما عندهمش غيره على تيشيرت الاهلي. يعني ان كان تريزيجيه ولا زيزو ولا اشرف بن شرقي ولا الخط الهجومي كله النهارده اوف داي، مش قاعدين كلهم، مش موجودين، مفيش لعب اصلا. ده يعني كتير علينا والله.